دعوة الهيئات العربية إلى تدريب كوادرها المتخصصة للتعاطي مع الإرهاب واستحداث وحدات متخصصة بالتعاطي مع الأزمات والإرهاب هي من أهم التوصيات المنبثقة عن الورشة الدولية التي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية تحت عنوان التعاطي الإعلامي مع ظاهرة التطرف والإرهاب. احنا شفنا في هذا المؤتمر مداخلات مهمة جدا، تجارب من دول عربية بما فيهم تجربة العراق، وكانت تجربة أيضا متميزة، ولكن لابد أن يكون بجانب هذه التغطيات المباشرة للأحداث الإرهابية وتنمية الوعي بكيفية التعامل معها أن يكون هناك خطة عربية، لأن كلنا أهدافنا كدول عربية واحدة، استراتيجية عربية كيف نستطيع أن نقاوم الفكر المتطرف. وقد بحث رؤساء وممثلو هيئات الإذاعة والتلفزيون في الدول الأعضاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلين عن منظمات إقليمية متخصصة على امتداد يومين عدة موضوعات من بينها الإعلام والإرهاب بين النظرية وواقع التبعية والتوظيف والتخصص والتأهيل والتدريب لمواجهة الظاهرة الإرهابية إعلاميا. الإعلام العربي مقصر تماما في التعاطي مع الإرهاب ونقل رسائل الإرهابيين دون أن يشعر. الآن هو يراجع نفسه. احنا عرضنا شبكة الإعلام العراقي خطتها وطريقتها وأسلوبها في التعاطي مع الإرهاب، والحمد لله الخطة أثارت إعجاب أغلب الحاضرين لما تمتلك الشبكة من خبرة طويلة في التعاطي مع الإرهاب. يجب أن نمتلك قاعدة فكرية لفهم هذه الظاهرة، ما هي أسبابها، ما هو السياق العام الذي أنتجها، وما زال يعيد إنتاجها، هي لم تهبط علينا من السماء. وتأتي مبادرة الاتحاد بتنظيم هذه الندوة ضمن الجهود المبذولة لتشخيص الظاهرة الإرهابية وفهم أبعادها ومحاولة التوصل إلى أفضل الصيغ الإعلامية لمعالجتها والعمل على مكافحتها. الأداء الإعلامي أحيانا نجده مهتز، وأحيانا نجده شبه موفق، وأحيانا نجده خارج تماما عن الموضوعية. فهذا الاختلاف هو نتيجة ربما عدم الإدراك الجيد لمخاطر هذه التنظيمات الإرهابية، ثم أيضا لتداعياتها. هذا وقد أشاد الحاضرون دون استثناء بالمهنية العالية التي تتعامل بها شبكة الإعلام العراقي في السنوات الأخيرة مع الأحداث الإرهابية من خلال عرض الشبكة الذي قدمه النائب الأول لرئيس اللجنة العربية الدائمة للأخبار الأستاذ عباس عبود تحت عنوان تجربة شبكة الإعلام العراقي في التعاطي مع الإرهاب. جهود حثيثة يبذلها اتحاد إذاعات الدول العربية من خلال تسليط الضوء على كيفية التعاطي الإعلامي مع ظاهرة التطرف والإرهاب في محاولة للتصدي لظاهرة الإرهاب عموما ولآفة الدواعش على وجه خصوص. انتصار شلي، العراقية، تونس.